للبهية وهران ولخوض غمار المنافسة في هذه الألعاب العربية. نقول لضيوف وهران: حللتم أهلا وطأتم سهلا في واحدة من أجمل المدن الجزائرية، وهران التي تستقطب سنويا عدد كبير جدا من الزوار من داخل وخارج الوطن، نظرا لما تسخر به هذه المدينة من مواقع ساحرة، من معالم أثرية، وكذلك من شواطئ خلابة. فوهران معروفة بجمالها وسحرها وطيبة سكانها. إذن مرحبا بكم معنا. ووهران أيضا تحضر نفسها لاحتضان طبعة جديدة للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية. وهران الفن، وهران الثقافة، وهران هذه المدينة الضاربة في عمق التاريخ، ولوهران فن وموسيقى راقية جدا. الحديث الآن عن الأغنية الوهرانية والطبعة الجديدة لمهرجان الأغنية الوهرانية. ويحضر معي عن إدارة المهرجان الفنان الهاشمي بن سمير، الغني عن تعريف الساحة الفنية المحلية والوطنية، حفيد شاعر المقاومة الشعبية الملقب بالطير الأبيض المرحوم الهاشمي بن سمير. مساء الخير سي الهاشمي، مرحبا بك. والله شرف كبير باش نكون عضو في هذه اللجنة تاع المهرجان الأغنية الوهرانية، وشرف كبير ثاني باش نكون ضيف عندكم هنا في الباهية، دارنا كما نقول. طبعا انت ولد الدار الهاشمي. يا الصحفيين الإعلاميين دائما يبشرونا بالجديد، دائما يبشرونا. والله شرف كبير، شرف كبير كبير بزاف. مرحبا بك، مرحبا بك الهاشمي. طبعا انت فنان، ولد فنان، وجدك فنان كبير ربي يرحمه برحمة الله. طبعا الهاشمي بن سمير. نعم والله صادفتني هذه السنة، من قامات الفن. نعم. المحلي والشعبي والجزائري. نعم صادفتنا والله عدة مناسبات، والحمد لله هذا عام خير، عام 2023 عام خير وبشرى للوهران، لمدينة وهران خاصة. الحمد لله لقد نقلت رفات شاعر المقاومة الشعبية، لقد نقلت رفات شاعر المقاومة الشعبية من مقبرة مولد دوما إلى مقبرة عين البيضاء بمربع الشهداء. دفن أمام أصدقائه وأحبائه الشهداء بعد 84 سنة من دفنه في هذه المقبرة في رأس العين. ربي طبعا هذا إنجاز كبير ونحييك عليه السنة. والله رانا في 21 يوم اللي نقلناه، درنا له ثاني مراسم. نشكر السلطات المحلية وعلى رأسهم السيد الوالي ولاية وهران، درنا مساعدة، والسيد رئيس البلدية عاونوني بزاف في نقل رفات بعد 84 سنة سيدتي. الله يرحمه برحمة الله. رغم هذه السنوات الطويلة على رحيل هاشمي بن سمير، ولكن هاشمي بن سمير حي اليوم. سي الهاشمي حي من خلال أعماله الخالدة، ومن خلال أيضا الخليفة الحمد لله. الهاشمي بن سمير اللي حاضر معنا في الاستوديو، واللي يسعى للحفاظ على الأغنية الوهرانية والأغنية البدوية. اليوم نتكلم على الحدث الثقافي. كما تعرف وهران في الآن بصدد وضع الرتوشات الأخيرة لانطلاق هذا الطبعة التي تأتي هذا السنة بالجديد. احكي لي شوية على التحضيرات والرتوشات الأخيرة لمهرجان الأغنية الوهرانية. الحمد لله تحضيرات هذه السنة المباركة تحضيرات جميلة جدا، مع محافظة المهرجان الجديدة السيدة سعاد بوعلي، نشكرها بزاف جزيل الشكر. هي اللي أعطتني الفرصة، هي من أعطتني هذه الفرصة باش نقدم الأغنية البدوية الوهرانية الأصيلة. باسكو بكري كان يقولوا لها غير الأغنية الوهرانية سيداتي. الأصل الأغنية الوهرانية، الأصل تاعها من البدوي، بالأغنية البدوية طبعا. والله اللي كانت بكري بالقصبة والقلة. أيوة وراهي باقية القصبة والقلة. ولكن كانوا شعراء بكري. أيوة كانوا شعراء قدم من الغرب الجزائري كما نقولوا، من المسغالي، من الغليزان،
كان بن مسايب، كان الأخضر بن خلوف، عبد القادر الخالدي، بن قنون، عبد القادر الخالدي من بعد عن الجد. كان بن قنون، كان بن خيرة، كان بن حرات، كان بن يخلف، كانوا بزاف شعراء سيدتي. لكن ما كانوا كما نقولوا حنا، ما كانش في زي بدوي، ما كانش كما نقولوا حنا ما سميناهاش الأغنية الوهرانية. الأغنية الوهرانية بدات في الأغنية العصرية، وهذه الأغنية الوهرانية مع بلاوي وأحمد وهبي. لا بلاوي من بعد سيدتي، مازال نجي لك، رانا جايين درجة. يلا، هذه الأغنية البدوية الوهرانية الأصيلة بدأت سنة 1914. الحقيقة تاع الأغنية البدوية الوهرانية الأصيلة في أول قصيدة كتبت في تاريخ مدينة وهران، وهي قصيدة بيدق المور للشاعر. أول قصيدة وهرانية، باسكو بلاوي الهواري ربي يرحمه ويسع عليه، أول قصيدة التي تغنى بها الأستاذ بلاوي وعصرنها، غناها بالبدوي الأولى ودخل عليها آلات عصرية، وهي أول قصيدة هي بقصيدة بيدق المور. هي أول قصيدة باسكو كانت تحكي على شعب استعمروه استعمار فرنسي مستمر، حتى معاناة الشعب الجزائري، هذا عذبوه، قطعوا له صباعه مسكين. فشتو القصيدة هذه دارت ضجة كبيرة. راك حافظ أبيات منها سي الهاشمي؟ يلا سمعنا. يقول لك: يوم الجمعة ريت شايفة تبكي عند القبور، باسكو القصيدة كتبت في مقبرة مولد دومة. نعم، الجد مدفون في مولد دومة وكتبت في مولد دومة. يوم الجمعة ريت شايفة تبكي عند قبور، بيدق المور، بالسيف الإنسان ينهزم وهمومه تنزاد. هنا راه يسأل في ديك المرأة لمن تقتلها وسلتها بحديث المشهور بيدق المور، قالت خويا راه مات لي مغدور، تفنى الدنيا بالتمام ما يبقاش المسعور، لا شايب ولا شباب لا بد من المحان، سعد اللي يبغي خالقي. هذه علم الاستثمار الفرنسي، سعد اللي يبغي خالقي ويميته مسطور، ويلا هو ولا خير للقبر لجنة الأخلاد. الله يرحم الشهداء. وقصيدة طويلة طبعا جدا معروفة جدا من بين جدا حتى كما نقولوا احنا وغناوها بزاف فنانين. الهاشمي بن سمير اول من غناها رحمه الله الشيخ بوراس تاع الشلف، غناها. تسجلت هذه القصيدة سجلت en 1945 في 45 تسجلت هذه القصيدة. تسجلت ذاك القيس ما كانش كاين اسطوانات، ما كانش كاين تسجيلات، كانوا قلال كما نقولوا. وسجلت في ألمانيا، وسجلها ايضا شيخنا حماده ربي يرحمه ويسع عليه. من بعد الاستاذ بلاوي، باسكو الاستاذ بلاوي الهواري رحمه الله غناها بطريقتين، بالقصبه والمودان. ايوه. والاستاذ بلاوي كان القندوز تاع جدي بلاوي. من توفى الجد تاعي كان عنده 16 سنه، الجد مات اون 39. الاستاذ بلاوي كان يروح للعراس ويحضر له القعده تاعهم بكري، كانت قاعده فوق حصاير. نعم، القعده فوق الحصاير في الطحطاحه والناس فراحه، القصبة والقلالي صادي، ها ولا يقول لك تجبر في الطحطاحة طلبة متلاقين، وقصاورها متقابلة بالعيان، فيه وفي لبسة برانيس مقصارين، وفي الفوق الشملة متقوسة الخيطان، حسرة على وهران كي كانت تقبيل، أهلها وماليها كذلك بطال، يعز المظلوم ويفوز القليل، وإذا يقصادهم ما يشوف تهوال. لا الله بارك الله فيك. قال قصائد تاع الشيخ الهاشمي بن سمير. فكرتني بهذاك الوقت الزين كي هضرت على الطحطاحه اللي كانت ملتقى الفنانين، كانوا الشعراء والفنانين وكانوا يحترموا بعضهم البعض فعلا، وكانوا يتلاقاو تماك ويتبدلوا الاطراف الحديث، وهذا يقول وهذا يقول. طبعا الجواله والبراح الميزيريه كانت الغبينه تاع الثوره، كانوا على ذاك القيس كانت الثوره على ما ناضج، كانوا مغبونين، لكن والله العظيم كانوا يواجهوا المستعمر الفرنسي بهذه الاغاني الجميله. وفعلا يعني الفنان حتى هو شارك في الثورة، في الثورة التحريرية، وحارب فرنسا بالصوت بالشعر بالأداء بالأغاني الثورية. صراحة الأمير عبد القادر، نعم رحمه الله، بطل الأمير عبد القادر، نعم. شاعر طبعا. المقراني شاعر طبعا. بوعمامة شاعر، كلهم طبعا شعراء. محمد ولد بالخير الذي كسب قصيدة يا الأزرق ولد الحمام الديوصاية، سلاك المغبون من أرض القيفار، قادر كل غريب لبلاد وتديه. هذه كتبت في السجن سيدتي. صح، الله يرحمه، الله يرحمهم برحمة الله. شفت الشعر الملحون فيه كلامه كله معاني،
كله معاني. سي الهاشمي مركز على المعاني بزاف. معاني بزاف، وقليل اللي يفهم الكلمات يعني تاع الشعر الملحون. كاين بعض الكلمات اللي ما يفهمهاش الانسان اللي كي يسمعها اول مره، صح ولا لا؟ وكان بيان سور ما تفهم، كان كلام تاعهم كما نقولوا مرقد. ايوه، احنا نقولوا لك فيه الكود، فيه الكود. كان كلمات ماشي مفهومين طبعا. والله انا عندي قرابه 180 قصيده مازال ما سمعتش هذه ان شاء الله. وحنا ماذا بينا هذه الاغنيه الوهرانيه كاين جديد، راه موجود الجديد. نعم. للشباب، وهذا هو الجديد في هذه الطبعه. هاشمي بن سمير بالالات. نعم. الجديد في الطبعه الجديده لمهرجان الاغنيه والموسيقى الوهرانيه، وانه محافظه المهرجان حرصت كل الحرص على انه اللي يشاركوا في هذه الطبعه يجيبوا الجديد. لازم يشاركوا بأغنية جديدة من أدائهم، كلمات جديدة، وأيضا نعاود نرجعوا إلى إحياء التراث، يعني الأصالة والمعاصرة في آن في العهد سيدتي كلامك. في العهد بلاوي الهواري، الأستاذ بلاوي الهواري والحمد وهبي الله يرحمه ويسع عليهم، هذه القصائد هي اللي راهي تدور. هذا الأستاذ بلاوي الهواري رحمه الله والأستاذ أحمد وهبي غنوا في ذاك العصر تاعهم، لكن لا زالت قصائد مدسوسة. انا عندي انا شوي لو سول، انا مانيش نشكر في روحي ولا جو سوي لو سول اوراني، ماشي اوراني نقولوا حنا عندي قصائد تاع شعراء تقريبا، ما نقولوش غير جدي باسكو جدي كاتب 250 مازال ما تغناوش الهاشمي، مازال ما تغناوش سيداتي، والله مازال ما تغناوش. كاين قصائد تاع بن قيطون، كاين قصائد تاع بالخيرات. اكيد انه هذا مشروع كبير، مشروع كبير سيدتي. في الغزل في الغزل واش راك ناوي دير بهذه القصائد ان شاء الله؟ اعطينا لو سكوب الاذاعه وهران، اعطينا الحصري لاذاعه وهران. الاذاعه الحمد لله راه فاتحين الابواب. صح، هذه القصائد اللي قلت لي حوالي 180 قصيده جديده مازال ما تغناتش. واش هو المصير نتاعها الهاشمي بن سمير؟ المصير تاعها غادي نبينوها ان شاء الله سيدتي، ان شاء الله. طبعا هذا مشروع للشباب ان شاء الله. وحنا ماذا بينا السيده الوزيره بلا كتسمع فيها ولا، ان شاء الله نكونوا مدرسه، تكون عندنا مدرسه تاع الاغنيه البدويه ان شاء الله، البدويه والعصريه. احنا نمثلوها بدوي عصري، حتى يعني حتى يستقبلها الشباب ويسمعها. والقصبه فيها واحد النغمه تاع كي توالم مع انا خدمتها انا، شتي القصيده غير تاع. وعلى بالك الهاشمي بن سمير القصبه دروك راهي توندونس في الموسيقى، رانا نسمعوا راهم يستعملوها في التوزيع الموسيقي. نعلموا الشباب القصبه، فوالا دي زانسترومون مودرن. الموسيقى العصريه راهي تدخل فيها الكلار، فيها القصبه، فيها الايقاع، دخل مع لاكورديون تاع واحد النغمه انوبليابل، والله العظيم لا انوبليابل. الله يحفظك سي الهاشمي. طبعا احنا وجدنا لك بعض الاغاني تاعك، بما اننا في صيف البهي، احنا كي نقولوا الصيف نقولوا البحر، ياك؟ البحر بيان سور، البحر والبحر في وهران. قول لي عندنا المودرن، كاين المودرن بيان سور. صح، قولي البحر تاع وهران كي داير، قول لي. البحر تاع وهران شباب يلا للسياح، هذه هي اللي انا موجدينها، بحر بلادي. بحر بلادي. يلا نستمتعوا باول اغنيه بصوت الفنان هاشمي بن سمير تحت عنوان بحر بلادي، ونتلاقى ان شاء الله لاستكمال الدردشه مع ضيوفي الكرام. هذه هي. يلا نستمع. بحر الجزائر، بحري وبحر الجزائر، زين وهايل هايل هايل. بحر بلادي يا بحر بلادي، موجتك تلعب زهيانة تغني. يا بحر بلادي يا بحر بلادي، موجتك تلعب زهيانة تغني. بحر بلادي يا بحر بلادي، موجتك تلعب زهيانة تغني. يا بحر بلادي يا بحر بلادي، موجتك تلعب زهيانة تغني.
يا نصر جنيني زينك رباني فرحان وتجري من كل الون أمين تبقى هاني يا حلالي منامي مرة بيك سهران بحر بلادي يا بحر بلادي وجدك تلعب زهية وتغني يا بحر بلادي يا بحر بلادي وجدك تلعب زهية وتغني مواجهك حنينة ألوانها زينة والصبيان معانا وهي فرحانة. الله على بحر بلادي، يعطيك الصحة الهاشمي. مواجهة حنينة. أيوة وان شاء الله تاني كاين جديد تاني على عندي اغنيه تاني جديده تاع البحر ان شاء الله نوجدها مازال ما سجلتهاش. تحكي على كافالكون، تحكي على كابلون، أيوة الشواطئ بوزفيل التعريف بشواطئ حوسهم كاع وغنيت عليهم ان شاء الله. الله يحفظك الهاشمي، مرحبا بك معنا. طبعا القعده والقصره ما زالت متواصله في صيف الباهيه، ولكن احنا كي نقولوا الصيف نروحوا الى مديريه التجاره. كما تعرف الناس يستهلكوا بزاف مواد غذائيه، ناكلوا بزاف برا بحكم يعني يوميات المواطن في الصيف اللي يقضي اوقات ربما طويله خارج البيت، فهو يكون في بعض الاحيان يعني مضطر لتناول وجبات جاهزه. هذا الشيء اللي يتمشى مع الصيف دائما. تاكل بزاف برا انت الهاشمي ولا ناكل في الدار؟ تبغي الماكله تاع الدار؟ يا درا كليت الدواره البوزلوف. لا علامه كلينا والله لا كلينا الدواره. كيف نسيت كاع باش نصحك كيف نسيتوا العيد؟ الدواره البوزلوف كلينا خير ربي شواولنا كل شيء الحمد لله يا رب. بصحتكم وكل ايامنا ان شاء الله تكون عيد يا رب العالمين. يلا نروح. التفت الى السيده غفير كروميه رئيسه مصلحه حمايه المستهلك وقمع الغش بمديريه التجاره لولايه وهران. كما تعرفوا مديريه التجاره لولايه وهران تكثر من خرجاتها الميدانيه في فصل الصيف لضمان اكثر حمايه للمواطن في هذا الموسم اللي تكثر فيه للاسف في بعض الاحيان بعض التسممات الغذائيه وبعض الامراض اللي تكون متعلقه بهذا الفصل المعروف بارتفاع في درجه الحراره. مرحبا بك سيده كروميه، مساء الخير. شكرا الاخت ساميه، وعيد مبارك للجميع، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، ونتمنى ان شاء الله تكون كما نقولوا احنا صيف بدون تسممات غذائيه، صيف امن ان شاء الله، صيف امن ان شاء الله، تحت شعار صيف امن بدون مخاطر. مديريه التجاره اذا جندت أطقم ميدانية لمراقبة وحماية المواطن. طبعا السيدة كرومية يوميا راكم تقوموا بحملات تحسيسية في الميدان سواء للتجار أصحاب المحلات أو حتى المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر فيما يخص المواطن وين يستهلك والأماكن اللي يروح لها، وأيضا التجار ضرورة احترام شروط النظافة وغيرها من الأمور اللي لازم تكون يعني خاصة في المحلات التجارية والواجهات الكبرى. واش تقدري تقولي لنا أولا في الميدان واش هو الملاحظ